حلقة النهاردة هي الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه عن أشكال وأنواع سكان جوف الأرض. تخيل إن في نوع من أنواع سكان جوف الأرض عايشين بنص جسم. تيجي أقولك إزاي؟ يلا بينا. لمحة شاعرة يقدمها لكم أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج راديو المشاهدين. برنامج راديو المشاهدين هو راديو بتشوفه وبتسمعه، مش زي أي راديو بتسمعه بس، وبنتكلم في كل حاجة. حلقة النهاردة هي الجزء الثاني من حلقة سكان جوف الأرض، ولو انت ما شفتش الجزء الأول هسيب لك لينك الحلقة تحت في الديسكريبشن. احنا في الجزء الأول اتكلمنا عن الطيار ريتشارد بيرد اللي راح وقابل سكان جوف الأرض، واتكلمنا كمان عن الشخص اللي ظهر في فرنسا وقال ان هو من سكان جوف الارض، وقال لنا ان في 7 فتحات رئيسية على الكرة الارضية بتوصلنا لعالم جوف الارض. اما في الحلقة دي احنا بنتكلم عن بعض اشكال سكان جوف الارض عاملين ازاي. تعال اقولك الانواع اللي هقولها لك دلوقتي من سكان جوف الارض هي موجودة في كتاب اسمه سكان طباق الاراضين الست للباحث المصري أسامة مرعي. تعال ناخدهم واحدة واحدة. أول نوع هو بسيط جدا وهو الإنسان، بس مش المقصود هنا إحنا، دول بشر زينا بس عندهم قدرات مختلفة عننا بشكل كبير، عندهم درجة ذكاء عالية جدا ومتفوقين في كل المجالات تقريبا، وبيتكلموا أكتر من لغة بشكل كويس جدا. طب تعالى نشوف الأنواع الغريبة شوية. في نوع غريب من أنواع سكان جوف الأرض اسمهم ذا ريبتيليانز أو أشباه الزواحف، ودول ليهم أشكال خاصة عن أي حد تاني من سكان جوف الأرض، والكلام اللي بيتقال عنهم إنهم جم من الفضاء أو جم من باطن الأرض، وكمان اتقال عنهم إنهم بيقدروا يسيطروا على أجسام البشر العاديين ويتحكموا فيها كمان. ده حتى بعض رؤساء الدول هم أصلا من سلالة أشباه الزواحف دول او الريبتيليانز. النوع اللي بعد كده هم شكلهم عادي جدا واسمهم النورديك، وزي ما انت شايف هم شكلهم شبه الانسان بشكل كبير جدا، وخاصة هم شبه الاجانب بالنسبة للشعر الاصفر والعينين الزرقاء. النورديك متميزين ومتقدمين علميا وتكنولوجيا بشكل كبير جدا. وتعالى دلوقتي نشوف الانواع الغريبة شويتين. اول الانواع الغريبة دي اسمهم القوطيون، وزي ما انت شايف ودانهم كبيرة جدا تشبه ودان الافيال، ومن كتر ما هي كبيرة كده بيستخدموها انهم يناموا على ودن ويتغطوا بالودن التانية، ودول عايشين قريب من المكان اللي بتشرق وتغرب منه الشمس. اما النوع اللي بعد كده اسمهم الباليميون، وزي ما انت شايف كده ربنا خلقهم وشهم في صدرهم. وفي نوع تاني اسمهم أمة النسناس، ودول عندهم رجل واحدة وإيد واحدة وعايشين بنص راس ونص جسم، وهم عشان عايشين برجل واحدة مشيهم عبارة عن تنطيط مش زي المشي العادي، والنطة الواحدة منهم بتكون لمسافة كبيرة جدا. وآخر نوع اللي كلنا أكيد سمعنا عنه هم الرماديون، وليهم اسم تاني اتعرفوا بيه وهو الكائنات الفضائية. طب هم كائنات فضائية ولا سكان جوف الارض؟ اقول لك الاتنين مع بعض. تيجي اقول لك ازاي؟ اقول لك خليها الحلقة الجاية حلقة مخصوصة عن الرماديون، لان عليهم كلام كتير جدا. خطفوا البشر، ناس فعلا شافتهم وهجمتهم والرماديين قتلوهم. وهقول لك كمان عن قصة المصري اللي شاف واحدة ست من الرماديون. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحاجات الحلوة دي. كان معاكم حسام عمارة، وأشوفكم الحلقة الجاية. سلام.